اسمه دوس أو ديسك اوبريتنج سيستم، الأنظمة اللي ممكن نخزنها على ديسك بشكل مستقل وبعدين نعمل لها لود في الميموري في أي وقت. كل اللي فات ده الدنيا كانت بتيجي بري انستولد، الكمبيوتر جاي عليه كل حاجة مرة واحدة. أنا شخصيا أول مرة أتعامل مع أجهزة كمبيوتر كان سنة 88، وكنت بتعامل مع أحد أنظمة الدوس على جهاز اي بي ام. كان الدوس بيجي على فلوبي ديسك، كنا بنحط الفلوبي ديسك في الماشين ونعمل لود للدوس في الميموري وبعدين نشيل الديسك ونشوف بقى احنا هنعمل ايه، اذا كنا هنحط ديسك بتاع بروجرام تاني ولا احنا هنكتب حاجه او هنعمل اي حاجه على الجهاز. الانظمه دي كانت بتستهدف الاجهزه الصغيره جدا، فهي كانظمه كانت صغيره جدا وبسيطه جدا، كانش فيها الكومبلكسيتي بتاعه التايم شيرنج ولا الباتش بروسيسنج ولا الكلام ده. دي معموله ان انسان واحد يقعد قدام الكمبيوتر يشتغل. نظامهم كان صغير، بيحتاج مساحه تخزين صغيره، فبالتالي بياخد مساحه صغيره من الميموري اللي هي غاليه، فما فيش مصلحه اكتر من كده للمستخدم البسيط او للبيزنس الصغير. لما تسمع الانظمه دي تحس انها داون جريد عن مالتكس وسي تي اس اس والكلام ده كله، واحنا المفروض نتوقع ان كل نظام تشغيل جديد يكون متطور عن اللي قبله، لكن الكلام ده مش واقعي، لان كل نظام منهم كان ليه هدف، كان موجه لناس مختلفه. نظام دوس الموجه لكمبيوتر صغير قاعد عليه شخص واحد، دي اكيد كانت حاجه مطلوبه جدا، وما ينفعش يبقى اوبشن زي مالتكس هو ده الطبيعي بتاع الكمبيوتر. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصة تقدر تشترك فيهم وتتعلم أصول المهنة.